فضيحة الليغا تتكرر. مدرب رايو فايكانو يتهم التحكيم بالانحياز لريال مدريد. بعد الخسارة المثيرة للجدل أمام ريال مدريد، خرج إنيغو بيريز مدرب رايو فايكانو بتصريحات نارية عبر وسائل الإعلام، معبرا عن غضبه العميق مما وصفه بالمهزلة المتكررة في الليغا. بيريز قال بحزم: إلى متى ستستمر هذه السيناريوهات المكررة؟ عندما يتعثر ريال مدريد تضاف 9 دقائق فجأة، وفي اللحظة الأخيرة تمنح ركلة جزاء، وكأن كل شيء مكتوب سلفا. شعرت أن لاعبيهم كانوا يبحثون عن ركلة جزاء أكثر من سعينا نحن لتسجيل هدف من اللعب المفتوح. هذا ليس تنافسا عادلا. وأضاف: اليوم كان رايو فايكانو الأفضل على أرض الملعب. سيطرنا على المباراة، خلقنا الفرص، وكنا قريبين جدا من تحقيق الفوز واستحقاق النقاط ال3. لكن مرة أخرى تحرم فرقنا من العدالة بسبب قرارات لا يمكن تفسيرها ولا يمكن القبول بها. بيريز لم يخفي شعوره بالغضب من إدارة المباراة، وقال: ما شاهدناه اليوم فضيحة حقيقية. من المسؤول عن كل هذه القرارات؟ الليغا لا يمكنها الاستمرار بهذا الشكل إذا أرادت الحفاظ على مصداقيتها وسمعتها. الصمت أمام ما يحدث هو العار الحقيقي وليس مجرد خسارة. تصريح بيريز سلط الضوء على أزمة أكبر من مجرد نتيجة مباراة، فهي دعوة مفتوحة لإعادة النظر في نزاهة المنافسة، وتحذير لكل من يظن أن الصمت سيغطي على ما وصفه بالتحيز الواضح ضد فرق مثل رايو فايكانو.